يا جماعه نحن ما نشيل الموضوع ده بباب الحصار، نحن ما قاعدين في قناه الجزيره ولا الحدث عشان نكذبه ولا نضلله، نحن نقول الحقائق. الجيش يشتغل شغله زي ما اتكلمنا في مدني، وموضوع مدني طبعا انا قلت له موضوع مدني ده بيحتاج ل 48 ساعه عشان مواطن الجزيره ما يعاني. هسه سؤال بسأل كل الناس الموجودين ده، الجيش ده منتظر شنو في مدني عشان نحن نسمع منه انتصارات يعني؟ سواء كان ياسر العطا ولا برهان ولا من يركم الناوي ولا كباشي ولا جبريل ولا ملك عقار ولا كده. الجزيره ما فيه غابات، الجزيره ما فيه جبال، الغوات دي كلها يعملوا خطه استراتيجيه يهاجموا الجنجويد ده في الجزيره. ليه ما دايرين الجنجويد في الجزيره؟ ده سؤال. دقيقة يا محمد سليمان، كلام ده حالة. لا من قال لك الشغل ده ما شغال في الارض، شغال في شغل. لا ما في الارض ولا في الجو ولا بتاع. يا دقيقة محمد احمد دقيقة. الموضوع ده انا من نقوله انت ولا محمد سليمان ماسك غرفة العمليات، ولا انا ولا النجومي ولا ابو رهب ولا بيبي ولا ادم الموجود هنا ولا الناس الموجودين هنا ولا ابو سمر. الكلام ده بنقوله هنا عشان الجيش ده يشتغل شغله، عشان المواطن ده يحس بالامان. لكن احنا ما نجي نقولوا كلام والكلام ده طبعا الليله خشوا طابت، بكره مطلحه، بكره الحصاحيصه، بكره ابقوته، بكره الهدى، بكره المناقل، بكره كده الناس. طيب انت عندك فكره انه الليله الجيش مستلم اكثر من 16 ولا 14 قريه؟ عندي ما كل شغالين يا اكسجين. ما بنقول شغالين، برضه بنقول شغالين، برضه بنقول يا برضه بنقول بس شغل التكتيك الحربي وتشتغلوا 200 وتهجموا 200 دي شغل عسكري، لا انا ولا انت نخش فيه يعني. لا ده مطالبه، ده اسمه مطالبه غير الشغل العسكري. ده مطالبه بصوت المواطن يا محمد، عرفت؟ ده طلب يعني قاعدين نطلبه من القيادات الموجودين والعسكر الموجودين، بانه انا بعرف الجزيره وكده. ده طلب مننا. ليه؟ لانه نحن محتاجين الدعم السريع ده يا محمد اخوي. الدعم السريع ده موجود في الجزيره ده 3-4 شهور. في غرفه بتاعت عمليات استطلاع الجوي، في غرفه بتاعت العمليات البري، في غرفه بتاعت العمليات البحري. يعني الكلام ده كله عسكريا موجود. الجزيره ده كيك الفطر وين، اكل وين، استخبارات ده شنو؟ هو المواطن بتاع استخبارات الجيش يعني، عرفت؟ الليله كيك جا اكل في بيت خاله، في زول من الناس دق للجيش انه والله يا اخي كيك ده جا اكل هنا، كيكل ده طلع من المنطقه الكده، يشيل طياره واحده الموكب بتاع كيكل ده ماشي متحرك وين يعني. موضوع بسيط يا محمد اخوي، موضوع بسيط. العسكريه دي ما زي السياسه، العسكريه دي سهله جدا. العسكريه تعليمات كمان. انت لما تكون ضابط يا محمد، انت لما تكون قاعد في منطقه تنتظر التعليمات من القياده العامه، عرفت؟ من القائد العام. لو قال لك اقعد طول اليوم في نفس المكان بتقعد. لكن احنا بنقول الكلام ده على اساس شنو؟ المواطن السوداني ده، المواطن الموجود في الجزيره ولا في اي مكان، لما يضرب تلفون يبلغ انه فلان الفلاني القائد ده جاء اكل في المكان ده ويتحرك من المكان ده، مفروض طيران، مفروض يتضرب في الموقف ده متحرك وين، تحديث الموقع ده في اي دوله موجود. انت افهم كلامي عشان ما انا وانت قاعدين هنا نختلفوا. انا كلامي ده ما تعليمات، كلامي ده مطالبه، زي انت برا وانا برا والنجومي برا وخالد برا وكلنا برا. كلامي ده مطالبه، كلامي ده طلب من غرفه العمليات، طلب من القيادات العام، ما تعالي للجيش، فهمت؟ ده طلب عشان شنو؟ لما يكونوا يخشوا في قريه المجاوره، القريه الثانيه ما يمشوا الدعامه يقعدوا يسرقوا ويشردوا. وانت عارف الجزيره ده وسط، ولا تقدر تودي واي فاي ولا تودي ادويه ولا اي حاجه. الموضوع بقى كثير يا محمد، عشان احنا ما نقولوا كلام زي شغل المؤتمر الوطني اللي بيضلل في دارفور كايو وفي النيل الازرق وجنوب كردفان وجنوب السودان. نحن نكون مضللين في نفس الزمن. نحن نقول الحقائق، نطالبه من قياداتنا، من الجبهه الثوريه والحركات اللي اتضمت، نطالبه عشان الجنجويد اللي يخلصوا منهم. لكن احنا ما نجوا نختلفوا بيناتنا، نحن كناس بندعم الجيش يعني. ده كلامي اللي انا قاعد اقوله، كلامك مضبوط على العين والراس يا اكسجين. ده الكلام اللي انا قاعد اقوله. انا اتمنى انكم تفهموا، لانه لما الام اللي اتصلت، انا ممكن اشغل لك الفيديو هنا، الام اللي اتكلم مع اخوها في السعوديه، قال له يا اخي والله الزول ده دقوه في الجامع. الكلام ده قالوه في تلفون، لانه الجنجويد اللي قاعدين يهاجموا في غرف في الجزيره، هل في قسم يبلغوا فيه؟ هل في قسم يتكلموا ويقولوا شالوا عربية فلان وقتلوا ود فلان؟ ما بيبقى. احنا نقول الحقائق وبعد ذاك القياده بتاعتنا تشتغل. احنا كلنا بندعم الجيش ده، ما الليله 15 ابريل يعني 9 شهور 11 شهر 12 شهر قاعدين ندعمه.
لكن احنا بنقول الحقائق عشان القياده بتاعتنا يشتغل. القياده بتاعتنا يشتغل كيف؟ يشتغل الجزيره دي طبعا والله واضح جدا جغرافيا واي حاجه، لا فيه جبال لا فيه غابات لا فيه اي حاجه. الليله الغوات بتاعت ملك عقار، غوات بتاعت جبريل، غوات بتاعت مني، الجيش الموجود لو طاردوا الدعم السريع في الجزيره كان انتهوا. ده الكلام اللي انا قاعد اقوله، ده الكلام اللي انا قاعد اوضحه للناس، ده الكلام اللي اقول لازم الجيش يشتغل فيه. الكلام ده ما فيه اختلاف يا جيش، الكلام ده ما فيه اختلاف، لانه نحن كلنا برا، نحن كلنا دايرين نشوف الناس ديل ينتصروا، يمسكوا البوصله عشان يمشوا يرجعوا للجنينه ولنياله وللضيعين ولزالنجه والاماكن دي. يعني الجيش والجبهه الثوريه كلهم منتظرون لسه شغل كبير جدا. عشان كده يا جماعه نحن بنقول الحقائق دي قدام النور والجمهور، ما نكذب، عشان ما بدول يقول انا عندي والله تواصل مع الضابط الفلاني. انا والله الناس اللي اتخرجت معاهم كلهم ضباط ملازمين واي حاجه، لكن كلام ده قدام الاعلام بنقوله عشان الزول اللي بيسمع الكلام ده، عشان الشغل الماشي بتاعت الجيش ده يتغير، عشان الجنجويد. يعني انا ما ممكن انه انتظر لي جنجويد في الجزيره يلفوا مده 6 شهور. الكلام ده ما منطقيه. هسه الدعم السريع ذاته بحد ذاته لو رفعتوا جنجويد سالكم سؤال ما بتقدروا تردوا. كيف طلعنا من الخرطوم مشينا جزيره ما بتقدروا تردوا. اكسجين الغوره اللي استلمت الجيش الليله دي بيعني لك شنو الكلام ده؟ انتصار. انا لا غير انتصار، غير انتصار، انه الجيش شغال. الجيش شغال ومشي طيب خلاص. الجيش براو. لا انت عارف في نقطه خطا ذاته في حد ذاته، انتوا اللي بتدعموا الجيش. النقطه الخطا شنو يا محمد سليمان؟ الجيش ما منتصر براو، في قوات ثانيه برضه شغال مع الجيش. انا يا محمد سليمان يوم واحد ما سمعتك ذكرت انه قوات ملك عقار ولا قوات بتاع جبريل ولا مني اركم الناوي ولا القوات اللي تضم للجيش ده، ما قاعدين تقولوا الكلام ده. حركات بس. حركات مين والناس نايمين؟ انت اذكر بالاسم، ما في حركات كثيره. يلا ده حد ذاته ظلم اعلامي، انت عارف الكلام ده حد ذاته ظلم اعلامي. يعني المفروض تقولوا يا اخي قوات مني اركم الناوي، قوات جبريل، قوات بتاعت ملك عقار شغال مع الجيش وكده وكده، ما حركات مصطفى طنبور. لا شغال مع الجيش يا اكسجين نقطه نظام. نذكر الحركات باسمها شغالين مع الجيش. انت هسه مطلع الجيش على الحركات ما شغالين، نذكر اللي شنو؟ عشان كده انا هو ما ذكر لي الحته ده، قال لي عشان كده شنو؟ انت لا الجيش شايفه ما شغال، الحركات دي ابو سمر دقيقه لا جيش حركات ما شغالين. ابو سمر انا جمعتهم كلهم ليه؟ جمعتهم كلهم عشان ما في دول ينسبني لجهه معينه. انا جمعتهم يلا انا الشيء اللي بتمناه منكم شنو؟ الشيء اللي بتمناه منكم انكم ما تظلموا. في ناس قاعدين يكاتبوا مش الجيش براو. لا ما قاعدين نظلموا ابدا. ما تظلم. اي زول شايل السلاح بدافع عن السودان على العين والراس حقيقيه يعني. لا ما قاعدين نظلم زول. اي زول والله بياخذ حقه، اي زول دافع عن الوطن ده نحن والله في نمجده ليل ونهار، ده حق علينا. الخطاب بتاع الحركات يا محمد سليمان، الخطاب بتاع الحركات وانه حركه طنبور، حركه ارتم الناوي، الجيش السوداني، ده تفريز للكيمان. ما دام الناس دي اتحدوا كلهم نقل الجنجويد، كلهم قوات الشعب المسلحه. لا في تفريز طبعا، في تفريز يا ابو سمر. قول لي كيف؟ اذا في تفريغ اذا ما ماشي لقدام. اذا انت شايف في فرقه ابو سمر ابو سمر دقيقه وادي اوريدي ابو سمر انت اكبر من سنا. اسمعني يا ابو سمر، قول لي في تفريز كيف؟ لما نجي نقول الجيش والمستنفرين، احنا هنا عملنا بوينت، عملنا نقطه، صح ولا انا غلطان؟ لما نجي نقول الجيش والمستنفرين، لما نجي نقول الجيش والمستنفرين والحركات انتصروا في المنطقه الفلانيه، الكلام ده ما بيكون بيصل للعالم معلومه حقيقيه، صح؟ ايوه مستنفر جيش، كله جيش ما هو ده النقطة ما قادرين تفهموا الكلام اللي أنا قاعد أقوله. نحن ثاني عالم ما شغالين به، نحن في داخل البلد. نحن ما نكونوا زي أبو سمر وكلكم، ما نكونوا زي القحاطة. نحن نسوق إعلام مختلف، نحن نسوق إعلام متوحد، نقول الجيش والمستنفرين والحركات حرروا المنطقة الفلانية. انتوا عندكم المعلومات دي بعد دخول الحركات، استلام بتاعت بحري يا ابو سمر والله العظيم كتاب المصحف الشريف، بعد دخول الحركات الجيش استلم من درمان واستلم بحري واستلم الاماكن دي كلها. يعني انه دخول الحركات الزمان السياسيين بيسموها حركات دارفوريه دي، يعني الليله دخل من ام درمان والخرطوم،
ولا ركزوا مع نيالا ولا الجنينه ولا الاماكن دي، برغم انه اولاد دارفور زعلانين من انه كيف حركه مناوي وجبريل يخشوا مع الجيش انه يداوسوا في الشاكلوا كده في ام درمان وبحري والاماكن ومدني كده. يعني نحن لما نجوا نتكلموا في موضوع اعلامي نحن المفروض ننصفوا الناس اللي قاعدين يقاتلوا في ارض الميدان ده ندون حقهم. طيب يعني الخطاب كده اكسجين نقطه نظام، الخطاب الدار توصله من رسالتك دي شنو؟ انا بعد ده داير افهم الرساله. انا قاعد انا خطابي لزول غيرنا. ايوه انا خطابي داير اوصله لكم يكون الخطاب قومي. الخطاب القومي ده انا سمعت كلام القوميه هي توحيد، هي التوحيد. القوميه هي التوحيد. خلونا نرد على الاكسجين، الناس ما تتضايق، معه حق، لكن نحن هسه بنقول الجيش السوداني، وانا بفتكر انه حركات الكفاح المسلح هي جزء من النصر ده وجزء كبير جدا في المعركه دي، والان في خندق واحد، لكن كلها في اطار تحت رايه القوات المسلحه السودانيه، وهم قبل ما يكونوا حركات هم سودانيين. ونحن ما قاعدين ننسب الجيش ده الانتصار ده للقوات المسلحه وحده، ننسبه لابناء القوات لابناء الشعب السوداني المسلحين بكل فصائله. وحتى نحن قاعدين نشكر بالاسم، تحيه للحركه الشعبيه، تحيه لمالك عقار، تحيه للناس زي تحيه لحركات الكفاح المسلح. ما اكسجين هو ذاته نحن حتى الان عاتبنا على الجيش انه قاعد يحفر بالمعلقه. نعم حرب المدن صعبه والى اخره والى اخره، نحن دارين الحركات دي وكلها، وقبل قلت الكلام ده، والجيش والدنيا دي كلها. لا ابو رهف انت ما حاضر، الزول ده طلع قال الجيش ما شغال اصلا. انت ما لا انا حاضر كلام، الزول قال كلام كثير، انت ما مشيت، الزول ده ماسك المايك، ماسك سمحت بضاني يا جماعه، انا ما صاحب المنصه. قال ما شغال عادي، قال ما في، بعد شويه ثاني قال ما تظلموا. لا الكلمه دي انا ما قلتها، انا ما قلت الجيش ما قاعد اسمع يا جماعه، قاعد اسمع يا شباب. بلاك عليك. لا انا ما قلت الكلام ده يا ياشا عليكم والله انا قادر ارد. لا يا خالد عشان ما الظلم، انا ما قلت الكلام ده والله. انا سمعت بضاني كلامك، ما قلت كلام زي ده، قلت يا اخي من حقنا الادبي انه ما ينصب النصر. انا قلت الجيش الليله الشغل الشغال ده انتصار ونطالب اكثر، يعني انا ما قلت الجيش ما شغال. يلا عاين كلام اكسجين يا جماعه، انا ما قاعد اجمع اكسجين، لكن انا دائما بحب اوحد الرايه، والكلام المنطقي قاعد اشوفه حق، والما منطقي قاعد اشوفه ما منطقي وبرد عليه، لكن معاه حق. الحركات المسلحه الان بتل في خندق واحد خلف قوات الشعب المسلحه او معاها في الصفوف الاماميه، وما حركات كفاح المسلحه الدارفوريه وحدها، بل الحركه الشعبيه قطاع الشمال مالك عقار وهي بتقدم في الشهداء، وقوات مصطفى طنبور وهي يعني بتتقدم الصفوف، وقوات الحلو الان هي في يا جماعه ده شيء عظيم. تنوعنا ده واجماعنا كشعب سوداني او كحركات او كجيش او كمستنفرين او كمقاومه شعبيه، هسه المقاومه الشعبيه الناس ما قاعده تذكر ذاته، ده الشيء الارعب الجنجويد، وهزاهم وغير المعادله بنسبه 180 درجه، وخلى الجنجويد الزمان شايفين حالهم ومتكبرين، هسه جارين ورا السلام هم والقحاطه مجتمعين لينقذوا ما تبقى من انقاذهم. حتى ولو الناس اختلفت في المصطلحات، ديروا اختلافكم بطريقه ما تشمتوا اعدائكم فيكم بقدروا ما تقدر. الليله لما يجي الجنجويد يلقى زول من الشرق وزول من الغرب وزول من الشمال وزول من الوسط وزول من جبال النوبه وزول من الازرق في غيث ده واحد، وكل الناس دي مجمعين على انه الجنجويد ده لازم، دي في حد ذاتها الوحده دي انتصار ومرعبه جدا للجنجويد، وبتخلون يحسبوا لحد العشاء. الناس تتحلى بالحكمه، كلنا متضايقين وكلنا بنحلم بنصر عاجلا غير آجلا، وكلنا جوانا تساؤل. انا جواي تساؤلات كثيره نفس كلام اكسجين ده، ليه حتى الان الناس دي بكل القوه، يعني القوات المسلحه وحركات الكفاح المسلح مجتمعه والمقاومه الشعبيه حتى الان منتظرين شنو بالجزيره. اي نعم في شغل في الجزيره، في شغل في الغرة، لكن انا داير امسح بلا رحمه، لا انا داير اي مبنى في جنجويد يبقى الان. لا يمكن، اقسم بالله العظيم لا يمكن الجنجويد ينتصروا على كل الشعب ده بمختلف فصائله بما فيه المدنيين اللي تسلحوا. لا يمكن دي طبعا شبه مستحيله. عشان كده الجنجويد التافه ده كان بيركز انه حنشخشخكم لحد ما تدونا دارفور او نغيم دوله جنات في دارفور، ده احلام ظلوط طبعا، كل اجزاؤه لنا وطن. حباب كونوا حباب اخواني، الناس تروق وتبرد. والله كلنا كلام اكسجين ده يا ابو رهف كله على نحن عايزين الجيش يسرع، عايزين